Hi Samira's fans, Anyang. Welcome back or welcome to my channel. في فيديو النهاردة هعرفكم ايه التولز او الادوات اللي المفروض تكون مع كل رسام. طيب، هل انا لازم اجيب كل ده؟ لا خالص، مش لازم اجيب كل ده، بس المهم اللي انا اعرف ايه اللي انا هجيبه بعد كده. ما اروحش اجيب اي حاجه وخلاص، لان في طبعا انواع وحشه ومش فلوسكم هتصرفوها على الفاضي. بس قبل ما نبتدي بقى الفيديو بتاعنا ده، ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. طيب، اول حاجه معانا في الفيديو النهارده واللي احنا هنعرف ايه هي الكالرز، ايه هي الالوان اللي هنستخدمها. عندي هنا الوان جواش. انا الصراحه مش من محبين الوان الاكليريك، فقلت اجيب جواش، والصراحه هما يعني حلوين قوي قوي قوي. بصوا انا مستعمله منهم، دي الماركه اللي انا بستخدمها. بصوا دي الماركه اللي انا بستخدمها، بجد تحفه تحفه، لازم تجيبوا الماركه دي. هوريكوا العلبة بتاعتها. دي كده كل الالوان، في طبعا 24 لون بس انا جبت 12. اوريكوا العلبة دي العلبة بتاعتها، عشان بس لو عايزين تعملوا سكرين شوت لاي حاجة عشان تجيبوا العلبة دي. بجد احسن انواع الجواش اللي انا جربتها. طيب، تاني الوان معانا وهي الوان الماركر. طبعا انا جبت الوان الماركر من ماركة تاتش. دي الماركة دي يا جماعة خطيرة، بس خدوا بالكم. انتوا لازم وانتوا بتشتروها اول ما بتفتحوا الجراب بتاعها ده، بتلاقوا لو في ريحة مثلا، يعني ريحة كده مش عاجباكم مثلا، او تفتحوا مثلا قلم ولو ريحته هبت او انتوا شميتوا ان ريحته هبة، ما تجيبوهوش، لان ده غالبا الكحول بتاعه بيبقى طاير. طب انا عندي كمان الالوان الفلوماستر. اهي الالوان الفلوماستر دي من فابريكاسل. جماعة الالوان دي يا جماعة تحفة، احسن من اي فلوماستر انا جربته في حياتي. ان انا جربت فلوماستر كتير، هو حرفيا الفلوماستر ده احسن من الماركر. ده من ماركة فابريكاسل. لازم تجربوه. انا برضو جايبه العشر الوان، عشان ساعتها كان في 24 لون، انا كنت عايزه 12، لقيت 10 و24، قلت اجيب ال10 بس. طيب، عندي كمان الوان الخشب. الوان الخشب الوان الخشب دي اجيب منها نوع ايه؟ عندكم نوعين، وانا الصراحه لقيت ان الاتنين احلى من بعض، يعني مش هقدر اقول لكم انه احسن. اللي تلاقوه هاتوه، يا اما ماركه ديل يا اما ماركه فابريكاسل. طبعا دي الوان فابريكاسل، ده اللي بيستخدم فابريكاسل هيبقى عارف شكلها اهو. ده اللوجو بتاع فابريكاسل وده اللوجو بتاع ديل، عشان لو مفيش، يعني لو في ناس مش عارفة اللوجو بتاعهم يبقوا رايحين كده هما بيشتروا واثقين من نفسهم. طيب، عندي كمان الوان البوستر اللي في برطمانات. هتقولوا لي دي حلوة في ايه ووحشة في ايه؟ هقول لكم هي حلوة في ان هي بجد يعني مش بتحتاج ميه، حرفيا هي بجد مش بتحتاج ميه. انت شايفينها ان هي كده ناشفه، بس بقد كده يعني بجد لو قربت منها ولو لمستوا حته هتلاقوها ان هي طريه جدا ومش محتاجه ميه خالص. خدوا لها سكرين شوت عشان تعرفوا تجيبوها يعني. دي ماركتها تحفه. اخر حاجه في الالوان وهي الوان الميه. سيبونا كده بقى نتكلم شوية عن ألوان المية، لأن ألوان المية دي عليها جدل كبير جدا. ليه؟ لأن مش كل الأنواع كويسة ومش كل الأنواع الغالية كويسة برضو. طب أنا أعرف منين أسمع آراء الناس في الألوان دي وأسرش على اسمها وأسأل هي كويسة ولا لأ قبل ما أجيب؟ لأن أنا جبت كذا نوع
من الوان الميه، وده النوع اللي انا جبته. الصراحه ما صدقت ان هو خلص عندي ورميته. ده النوع ده وحش جدا جدا، يعني هو وحش، يعني ما تجيبوهوش، ما تفكروش حتى تجيبوه. طيب دي حلوه، دي تحفه يا جماعه. والبيجمنت الكثافه بتاعتها كمان معقوله وكويسه. هي بس عيبها ان هي غاليه شويه، يعني مثلا ب500 جنيه. انا اخر مره وانا وماما بنشتريها كانت ب500 جنيه، معرفش بقى هي زادت ولا ايه. دي كده كل الكالرز اللي فيها. انا طبعا جايبه العلبه الكبيره، يعني في اكبر من كده وفي اصغر من كده بشويه، بس مفيش لدرجه ال 12 لون يعني. او في منها بس انا ساعتها ما لقيتش يعني. دي كل الالوان. طبعا هي مش بتيجي كده بس، هي بتيجي طبقتين، طبقة فيها الوان وطبقة فيها فرش. لو انتوا عاملين بس يعني حساب الفرش ان انتوا تجيبوا فرش. دي معاها، بيجي معاها 4 فرش، بس انا في فرشة عندي يعني هنا كانت ضاعت. وبيجي معاها الفرشة اللي بيتحط جواها مية. بس من الفرش دي انتوا لو جبتوا انواع انواع الوان الميه دي ولقيتوا الفرش دي ان هي فيها فرشه، هاتوا كمان فرشه معاها، بحيث تخصصوا واحده للالوان الفاتحه وواحده للالوان الغامقه. لان هي حرفيا الالوان الفاتحه والالوان الغامقه بتسيب اثر في الفرشه مهما عملتوا. هتلاقوها بتسيب اثر ومش هتعرفوا، يعني مهما غسلتوها مهما عملتوا اي حاجه حرفيا هو اللون مش بيروح. اهو اللون الازرق مش عايز يروح خالص حرفيا. بيجي برضو معاها قلم اسود، خط تكتبوا بيه اساميكوا او تحددوا بيه. انا الصراحه التخين بكتب بيه اسمي، طب والرفيع بحدد بيه. ده لو في حاجه عايزه تتحدد اصلا، لان انا 3/4 رسوماتي مش بحددها يعني. بيجي برضو معاه الاسفنجه دي، لو انتوا هتنشفوا في اسفنجه بس مش احسن حاجه اللي احنا هننشف في اسفنجه. احنا هنستخدم يا اما مناديل يا اما فوطه كده صغيره قديمه عندنا. تعالوا بقى ننتقل لقسم الفرش. الفرش حكايتها حكايه. ليه؟ احنا عندنا كذا نوع من الفرش اهي. طبعا دي مش كل يعني انا ما ابتديتش بكل ده، انا جبت حبه بحبه بحبه. وفي فرش انا غلطت وجبتها، يعني كنت كان في يعني كده باكج من اللي هي الفرشه المبططه، ماشي، كان في منها 12 حجم فجبتهم، في الاخر ما استخدمتهمش. فهاتوا ما تجيبوش مره واحده الباكج الكبيره دي، ابتدوا انتوا جمعوا، لان في بعض الاحجام الصراحه خاصه في المبططه مش هتستخدموها يعني. طيب الفرشه المبرومه. الفرشه المبرومه دي اهي، هي بتبقى مبرومه بس مش عارفه هي ليه بقت مفروده شويه معايا. هي بتبقى مبرومه كده، وبجد احنا بنستخدمها في كل حاجه. يعني انا مش شرط يبقى عندي غير فرشه واحده بس اعمل بيها الخلفيه، لكن الباقي بيبقى فرشه مبرومه. دي بتبقى حلوه قوي. عندي كمان الفرشه اللي هي ولا اللي هي المبططه ولا اللي هي المبرومه دي اهي، ماشي، هحط لكم صورتها هنا لو انتوا مش شايفينها. وطبعا الفرشه اللي بتتملى ميه من هنا، بصوا ده بيجي لها غطا وبتتفتح، بنملي في الحته دي ميه. عندي بقى السكينه دي، ما تقلقوش مش سكينه اللي بنقطع بيها. السكينه دي بندمج بيها الالوان او بنغرف بيها الالوان. بنغرف كده، طبعا عشان مش هرسم دلوقتي فمش هعرف اغرف قدامكم، بس بنمسك كده الالوان وبنغرف كده. طيب انا جبتها ليه وانا عندي اصلا انابيب الالوان دي؟ انا جبتها لان زي ما انتم شايفين ان اللون الابيض بيخلص بسرعه هو واللون الاصفر، فانا جبت لون ابيض ولون اصفر وبستخدم لهم السكينه. لان الفرشه لو فضلتوا تطلعوا بيها هتبوظ، لان انا كنت
كان في الوان كنت بطلع بيها الفرشه، بصوا منظر الفرشه خلاص يعني. فلازم نتعلم من اخطاء الاخرين، وانا بتعلم من اخطائي عشان ما بوظش حاجتي. يعني انا كده ببوظ حاجتي. طب ما انا اجيب السكينه دي، وعلى فكره هي مش غاليه خالص، الفرش تقريبا ارخص حاجه في الحاجات اللي هنا عندنا. طيب عندنا بقى الباليتات، عندنا الباليتا البلاستيك وعندنا الباليتا الخشب. هتقولوا لي انه الاحسن، هقول لكم البلاستيك. ليه؟ لان انا شخصيا يعني دي حاجه شخصيه انا بستخدمها. بستخدم الحتت المتقسمه دي. انا بحب التقسيم، مش بحب كل لون يسيح على بعضه. لكن في الخشب هتلاقوا ان كل الالوان ساحت على بعضها، ده عيب وحش قوي. فاللي عايز يبتدي يجيب البلاستيك. انا برضه لما ابتديت جبت البلاستيك. هننتقل بقى لقسم الاقلام. وزي ما انتوا شايفين ان قسم الاقلام عندي مش كبير قوي زي الالوان او الفرش. عندي القلم اللي هو بتاع الخط التخين ده، دي بعمل بيه ايه؟ بكتب بيه اسمي، او لو في حاجة يعني عايزة احددها وهي حتة تخينة فبستخدم لها دي. حتى برضو السن المايل ده بينفعني في بعض الحالات جدا. عندي كمان القلم اللي هو الاسود اللي سنه رفيع، ده بينفعني في ايه؟ ده بينفعني في تحديد مثلا العين، تحديد الحاجات اللي فيها تفاصيل. ده بيبقى كويس جدا في الحاجات اللي فيها تفاصيل، وفي التحديد عامة. يعني انا نادرا لو استخدمت ده. كمان عندي الاقلام ده، هتشوفوه ان هو قلم سنون. السن اللي جواه ايه؟ السن اللي جواه اتش بي. محدش يضحك عليكم ويقول لكم لا لازم ترسموا ب 2 بي او 6 بي. ليه؟ لانه ببساطه هيعلم على الورق، والرسمه هتبقى صعبه جدا لو انتوا عايزين تمسحوها. فالاتش بي احسن حاجه اقدر اعدل عليه. طب للتظليل عندي قلم ال 6 بي وقلم الفحم. طبعا قلم الفحم حاولوا تجيبوا منه 2-3 في المره. ليه؟ لان هو كل ما يتبرى يتقصف. فهو ده اللي مقصره معايا، ما استخدمتوش غير مره واحده في حياتي. هو ده اللي مقصره معايا بجد. كل ما بري يتقصف، كل ما بري يتقصف، كل ما بري. اخر حاجتين عندنا وهي البلندر. دول الوان بيبقوا شبه الاقلام كده من الناحيتين. فاكرين واحنا صغيرين لما كنا بنبري القلم من الناحيتين؟ هو ده بقى بيتبرى من الناحيه، بيبقى جاي مبري من الناحيتين. طيب ده بيجي معاه احجام ماشي. في حجم تاني يعني، بس هو كانت قطع مني، يعني هو مش متينه قوي، فخدوا بالكم انتوا بتستخدموها. ده كان ارفع حجم فقطع مني بسهوله. بصوا انا عامه معرفتش ابريه، فخلوا واحده مخصصه للفحم وواحده مخصصه للالوان، عشان حرفيا مش هتعرفوا تبروه. انتوا لو بريتوه هتلاقوا ان هو باظ، او ان هو بقت كل حته ورق، لان هو عباره عن ورق لوحدها. اخر حاجه عندي في الاقلام وهي القلم الجل. ليه القلم الجل لازم يبقى معايا؟ عشان انا ببساطه انا لما بظلل في حتت عايزه اعمل لها ان انا اخليها تلمع. مهما نظفت الحته دي بالجومه كويس، ومهما سبت لها مكان، ومهما رسمت لها، برضو مش هتدي اللمعان اللي بيديه الجيلي رول. هو اسمه كده قلم الجل الابيض ماشي. ولو ما عندكوش ممكن تستخدموا الكوريكتور. يعني انا ساعات ببقى ناسيه ده في البيت مثلا، وببقى رسمه مثلا رسمه، فبروح حاطه كوريكتور على المكان وبيقضي الغرض. بس احسن حاجه طبعا هو ده، لان الكوريكتور بيجي مع الوقت ويبهت. عندي طبعا الجومه، عندي بستخدم الجومه العاديه دي بمسح بيها اي حاجه. وعندي جومه الفحم. جومه الفحم اللي بيميزها عن الجومه العاديه ان هي بتمط وبتمسح خفيف، مش بتمسح زي التانية كله. نيجي بقى للورق. الورق عندي يا اما كانسون يا اما فبريانو. طب ايه الفرق؟ ان الفبريانو اخف ومش هيستحمل الجواش قوي. ليه؟ لان انا الجواش بيبقى عايز شويه ميه يدوبوه، او
الوان الميه. طب الوان الميه ليه ما ينفعش خالص على الفبريانو اللي هو بيبقى اقل من 150؟ ليه؟ لان هو ببساطه هيفرول. يعني ايه هيفرول؟ يعني الورقه هتقب كده وبعد كده هتبتدي تتقطع منكو، بس مش يعني هتبتدي كده تعمل اللي عارفين اللي هي الحتت دي، انا مش عارفه اوصفها لكم، بس هو عامه هيتقطع بس مش دايركتلي يعني. عندي بقى الكانسون وده بيبتدي من اول 150 وانتوا طالعين. طبعا انا عندي اهو الورق ده كام؟ ده 300 جرام. في اكتر؟ طبعا في اكتر. انا كنت مفكره ان في لغايه 300 جرام بس لقيت صاحبتي جايبه 400، فتمام. ده كده وبس كده. هو ده كان الفيديو بتاعنا، بسيط وسهل وعرفنا فيه ايه الادوات اللي نجيبها او ما تكلفناش قوي. وفي الفيديو الجاي انا هعرفكم ازاي تركبوا الستاند بتاع الرسم عشان نبتدي رحلتنا مع بعض في طريق الرسم. بس قبل ما انهي الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب. وبس كده، باي.